بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا في ضيافه الباشمهندس محمد كساب مدير المشروع، والمهندس محمد القاضي مدير مشروع استاد النادي المصري. فطبعا عايزين نعرف كل ما هو جديد بالنسبه لاستاد النادي المصري الجديد. هيعرفنا كل حاجه الباشمهندس محمد كساب مدير المشروع، والباشمهندس محمد القاضي مدير المشروع. السلام عليكم يا باشمهندس. بسم الله وبركاته. في البدايه احنا بنرحب بحضرتك طبعا في استاد النادي المصري، استاد الحلم لاهل بورسعيد وبصفه عامه، وابناء وجماهير النادي المصري بصفه خاصه. طبعا الاستاد بيمثل قيمه تاريخيه لابناء بورسعيد. البدايه كانت في 7/3، هو بدايه العمل الفعلي في الاعمال المدرجات، الاعمال الانشائيه للمدرجات. تم تقسيم الاعمال لعده مراحل تنفيذيه. المرحله الاولى عمل الاساسات، واللي هي الحمد لله تم الانتهاء منها بنسبه تنفيذ 100%. انتقلنا بعد كده للمرحله الثانيه، وهي اعمال هيكل خرساني المدرجات. طبعا الحمد لله الهيكل خرساني المدرجات انتهينا من اعمال الدور الارضي بنسبه حوالي 80%. حاليا احنا شغالين في تقسيم المدرجات. طبعا المقصوره الرئيسيه هي بتحظى بشغل كتير جدا عندنا في المشروع هنا، لان فيها منشات تحتها كبيره جدا. الاول الاستاد استهدف حوالي 50,000 متر مسطح. المدرجات اخذ حوالي 28,000 متر. المسطح الاخضر اخذ حوالي 8,200 متر. الباقي المسطح لللاندسكيب والمداخل والمخارج والشوارع اللي بتحيط الاستاد من الاتجاهات المختلفه يعني. طب باشمهندس بعد اذن حضرتك، المقصوره تمام، هي دي المقصوره الاتجاه دوت. المقصوره اربع ادوار فعلا. المقصوره عباره عن 4 مستويات، مستويين مدرجات، مستوى للكبائن الاستثماريه، ومستوى الاخير للكبائن المعلقين والصحافه. تمام. باشمهندس محمد القاضي، يعني حضرتك مدير المشروع، وعايزين نعرف من حضرتك المساحه المسطح الاخضر. المسطح الاخضر عندنا هنا عباره عن 110 طول في 70 عرض، ودوت مسطح اكبر حتى من مسطح الاخضر لاستاد القاهره الدولي، ودوت بيعطي اريحيه ان الاستاد يقدر يستقبل كل المحافل الدوليه والافريقيه والمحليه. طبعا المسطح الاخضر ده هيتعمل بنظام الهايبرد، وده نظام مزيج ما بين النجيل الصناعي والنجيل الطبيعي، اخذ المميزات اللي موجوده في النجيل الطبيعي والمميزات اللي موجوده في النجيل الصناعي، ودوت مطابق لاحدث الملاعب والاستادات بقى اللي اتنفذت في الفتره الاخيره، كمثال لاستادات كاس العالم اللي اتعملت في قطر وكل الاستادات الاوروبيه. النجيله يا باشمهندس هتبقى صناعي طبيعي، ميكس بين النجيله الطبيعي، ودي احدث حاجه ومش متنفذ في جمهوريه مصر العربيه غير 3 استادات بالوضع ده. استاد القاهره منهم، استاد القاهره واستاد القريه الاولمبيه واستاد النادي المصري. ان شاء الله هيبقى الاستاد الثالث اللي هيتنفذ بالطريقه دي. طب باشمهندس محمد كساب، نعرف من سعادتك لماذا تم الغاء التراك في الرسومات؟ دي من احد اسباب زياده عدد الجماهير. طبعا احنا يعني لو الاستاد اتعمل 100,000 واحد، الجماهير هتملى كل الاستاد. احنا عارفين عشق النادي المصري للجماهير يعني. من احد اسباب زياده عدد الجماهير هو الغاء التراك. احنا ده معمول كملعب كره قدم فقط، يعني ما فيهوش العاب قوه، ما فيهوش استخدامات اخرى غير ان هو ملعب كره قدم فقط. فتم الغاء التراك الخاص، يعني يمكن المسافه بين المرمى والمدرج اللي وراها 6 متر ورا المرميين يعني. ده يزيد عدد الجماهير. كمان في حاجه كمان ادت لزياده عدد الجماهير كمان، ان احنا عملنا السلالم الرئيسيه الكبيره خارج جسم المدرج، يعني بقت خارج جسم المدرج. ده ادى الى تقليل الفراغات، تقليل مسطحات السلالم لزياده اعداد الجماهير. طبعا المسطح الاخضر كمان يمكن زي ما ذكر المهندس محمد ان المسطح الاخضر اكبر من استاد القاهره، يمكن لان يقدر يستضيف المحافل الدوليه. الحاجه اللي كانت الجماهير خايفه منها ان هل هيبقى ملعب صغير، لا احنا بنقول ان ده ملعب كبير، ملعب ضخم. استاد ده مشروع قومي، مشروع استاد كبير جدا. المقصوره عباره عن 4 مستويات. الدرجه الثانيه اللي هو اللي يعتبر البحري على النظام القديم، ده يعتبر 3 مستويات.
ورا في المستوى الاول ده. احنا حاليا دلوقتي في المستوى الاول، لسه فيه هيوصل لغايه ارتفاع حوالي 15 متر في بعض الاماكن في الدرجه الثانيه. ورا المرميين مستويين يوصل لغايه 10 متر ارتفاع. فمدرج الاستاد ضخم ان شاء الله، هيقدر يستضيف كل المحافل الدوليه والمحافل الافريقيه واكيد المحافل المحليه. باشمهندس محمد القاضي، طبعا عايز اعرف من سعادتك يعني في معنى الكلام ايه هو المستوى الاول؟ يعني هل في مستوى تاني؟ يعني مثلا دلوقتي ده كده المستوى الاول، هيبقى مثلا المدرج اللي هو المقصوره لسه في دورين او 3 ادوار كمان، ونفس الوضع بالنسبه لكل المدرجات هيبقى كل مدرج 4 ادوار؟ احنا بنأكد للجماهير اللي احنا من ضمنها يعني ان المنشآت الرياضيه والهيكل اللي بيتبنى عليه الاستاد ده هيبقى اكبر من الاستاد القديم. وده يعني حاجه عشان الجماهير كلها تبقى مطمنه للكلام اللي احنا بنقوله دوت. احنا عندنا المقصوره الرئيسيه مكونه من 4 ادوار. الليفل الاولاني اللي احنا شغالين عليه ده هو ده اللي قائم حاليا. لسه في 3 ادوار مدرجات هتتبنى فوق الليفل اللي احنا شغالين يعني عليه. كل مدرج هيبقى 4 ادوار بالظبط. ده في المقصوره الرئيسيه، وقصاده في اللي هو المدرج الاخرى اللي قصاده اللي هو المدرج البحري والغربي والشرقي برضه هيبقى 4 ادوار. بالظبط. انما لا، المدرج الغربي والمدرج الشرقي اللي هم احنا بنسميهم مدرجات الدرجه الثالثه، دول هيبقوا عباره عن مستويين ليفلين. انما المقصوره يعني 4 ادوار، ال4 ادوار في المقصوره، والجهه المقابله ليها اللي هي فيها فندق اللعيبه والدرجات اللي هي البحري. يعني ده 4 ادوار وده 4 ادوار بالظبط. مكونات الاستاد هنا بنتكلم عن استاد يضاهي كل الاستادات اللي اتنفذت في اوروبا. احنا عندنا المقصوره الرئيسيه فيها قاعه مؤتمرات على اعلى مستوى مزوده بالترجمه